أنا أقول أن استمرار تغطية العنف، وكان بتحرق مقرات في الوقت دوا للحرية والعدالة، ولم نسمع إدانة كاملة لهذا المسلك الغير ديمقراطي والغير قانوني والغير سياسي مطلقا. عندما يقال أن نسمع كلام لاستدعاء الجيش، هل أصحاب نوبل للسلام يستدعون الجيش للتدخل في الحياة السياسية وفي الانقلاب على نتائج ديمقراطية أفرزتها صندوق الانتخاب، أم أن أصحاب نوبل جايين يعلمونا كيف نحترم التقاليد ونحترم القيم ونحترم القانون ونحترم المنافسة السياسية الحرة المشروعة؟ ده اللي احنا منتظرينه من الدكتور البرادعي، واللي منتظرينه من إخواننا في جبهة الإنقاذ الليبراليين، لأن هم ربما أقدر على نقل المشروع الليبرالي أو مشروع دولة القانون أو الحكم الرشيد كما تصفه الأمم المتحدة، قادرين على ترجمته ونقله للمواطنين والطلب من الناس أن تحترم هذه التقاليد الديمقراطية. وبالتالي هو ده اللي كنت أعنيه بأنني قلت إذا استمر هذا الوضع فنحن أو أنا يعني أطلق حملة لسحب جائزة نوبل من الدكتور البرادعي، ولكن أتمنى أنه هو يعود طبعا إلى ما كنا نتمناه منه.